بألف خير وانا سعادة يا رب العالمين. النهارده عيد ميلاد رنيم صح؟ بس احنا ما حبيناش ان احنا نعمله في البيت، فهنعمله في مكان مختلف. هنعمل لهم فجأة بقى، ما جبناش فهنعمل لهم فجأة، يعني ما تعرفش هي كل ده مفكرة ان احنا هنعمله في البيت، بس احنا مش هنعمله في البيت. فنشوف كده هنعمل ايه مع بعض ونرجع تاني. وهنا مستر حسام بيلم الكراسي اللي احنا مش محتاجينها. اذا كنت حفظت الشكل احنا هنعمل الديكور على الحيطة دي هنا كده والترابيزة والحاجة. يلا يا حسام شد حيلك، شد حيلك شد. ايوه يا سيدي، النهارده على فكره عيد ميلاد رنيم المفروض كان يبقى من 18 يوم عدوا، بس احنا كل فتره بنأجله وايه، ويعني الظروف جت ان احنا كل شويه نأجله، فنحاول نعمله لها عشان تتبسط بقى. ودي ملك عماله تنظف في الكراسي وتلمعها، وانا والله بعمل برضه يا جماعه، يعني مش ما بعملش، بس نسيت اجيب الستاند وانا جايه. عايزاكم تحفظوا الشكل عشان هنحاول. وهنا كل بقى ده جبت المقاسة كده وبدأت اكنس الكافيه لانه كان مقفول بقاله كتير قوي، والمنظر بصراحة ما كانش عاطفي خالص، والدنيا كانت مليانة تراب مش قادرة اوصف لكم ازاي يعني. وغير التراب بقى الدنيا كمان النهارده كانت هوا جدا، فكنت فاتحه الباب بتاع الكافيه ده فكنت اما اكنس شويه تراب او كده يتبعتروا على طول. وهنا ملك بقى كانت عماله تساعدني وتشيل في الترابيزات بصراحه وتلمع فيها، وانا عماله بكنس في الدنيا كده. كان متهيألي بصراحه ان احنا مش هنعرف ننجز اي حاجه في اي حاجه، لان كل ما اكنس برجع اعيد الكنيس تاني بسبب التراب وكده. وانا كنت عماله اكلمكم بس للاسف شلت الصوت. بدأت بقى بعد ما خلصت كنيس وكده ان انا اقطع الشرايط اللي هعلق فيها البلالين. فرقع مننا اكتر من 20 بالونه، وحقيقي بسبب فرقعه البلالين ديت خلتني في مود مش حلو خالص ومزاجي وحش جدا جدا. هنا بقى ملك كانت عماله تنفخ البلالين بينما انا كنت عماله بقص في الشرايط وكده، وبوريكم الحاجات ان احنا لسه بنجهز وجبنا السلم علشان نركب. انا يعتبر سحت، وده الشكل النهائي واللي قدرنا نعمله. بلاقي من ساعتها عكننتنا عماله تفرقع وعمالين كل واحده تفرقع ننفخ غيرها ونعلق، مش عارفه بس المنظر عجبني بصراحه. قولوا لي ايه رايكم برضو في الديكور، هوريه لكم دلوقتي. اهو ده الشكل النهائي. لسه بقى هنروح نجيب التورته والماكرون والبوركيكس والحاجات دي هنرصها. بفكر برضو احط مفرش هنا كده اهو. رصينا شويه ترابيزات كده وكراسي وحطت لهم هما هي واخواتها الترابيزات دي. يلا نشوف بقى في الشكل النهائي اما نيجي بالليل. دلوقتي احنا وصلنا المكان اهو، هنبتدي نظبط شويه حاجات كده وقعت من الهوا والكلام ده، هنظبطها ونرص. ورنيم قاعده بره في العربيه ما شافتش اي حاجه لسه من دي. هنا ملك وحسام بقى بدأ ان هم يطلعوا الحاجات وكده، والستارة وقعت زي ما انتوا شايفين. مش عارفة كان في حاجة غريبة جدا اليوم ده، حتى اليوم ده انا كنت تعبانة جدا بطريقة غريبة. كل ده طبعا احنا بدأنا دخلنا نظبط كده الكافيه ونرص الحاجات اللي احنا جايبينها معانا، وسايبين رنيم قاعدة في العربية بره علشان ما تشوفش اي حاجة. وحاولت قدر الامكان ان هي ما تشوفش اي حاجة خالص من اللي هتحصل جوه في الكافيه، فكنا مقعدينها وراكنين العربية بعيد. وهنا بقى ملك وحسام بدأوا يرصوا الحاجات والبيبسي وكده، وبعدين حسام بدأ يفتح التورته علشان خاطر يحطها والكلام ده كله.
سنه وانت طيبه يا رنيم، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رنيم ويخليك لنا ورا بعض بالراحه طبعا بالراحه. بنتنا دي اول بنت هنا تشوفها، أيوة. وبنت عسل الناس كلها بتحبها، ايوه واول حد هنا تشوفه في العيله كلها. اول حد هادي وعاقل ورزين. رنيم بحبك قوي، أي. ولما تكملي المليون سنة هكون بنلعب مع بعض، وانا هجيب لك ايفون 14. هتجيب لي ايفون 14. كل سنة وانت طيبة يا رنيم، وعقبال 100 سنة وانت سعيدة يا رب. يا رب. كل سنة وانت طيبة يا رنيم، وعقبال 100 سنة وربنا يخليكي لينا وتحققي كل اللي نفسك فيه. عايز تقول ايه لرنيم؟ ايوه انا كل سنة وانت طيبة. وبس؟ بس. مش هتقول لها بحبك؟ وبقول لها ماشي قول لها بحبك. يلا روح. بحب. بحبك. مبسوطة؟ ايه رأيك؟ اجري يا رنيم اجري. ولا انا كل ده شمع. كل ده شمع. ولا وثمانية طيب. مش عارفة بس هم 10 تقريبا دول اصلا. يلا يا حسوان. دقت ساعة الصفر. دقت ساعة. انت واقف معانا يا محي. عيد ميلادك ده؟ احنا عيد ميلاداتنا كلها كل واحد في شهر. هلو هلو هلو. قمر يعني كل سنة وانت طيبة يا روحي. حبيبة ماما. ما تشغلوا لها اسماء ليه؟ لا عشان حبيبي ماما. حبيبة بتاعتي. هابي بيرز. يلا نغللها بقى كلنا. اقف جنبها يا ماما. يلا يلا يا حسين. اقف معانا هنا كده مش هتبان. هابي بيرثدي هابي بيرثدي هابي بيرثدي تو يو. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. شا شا شا. يلا حالا بالا بالا حيا بالفساد. هيكون عيد ميلاده الليلة أحسن الأعياد. طب يحيى أبو الفساد. هاي رنيم تفك الشريطة بتاعت التورتة. ايوه هاي يلا رنيم وبابا يقطعوا التورتة. ولا انا اقطع تورته الجواز. بإذن الله يا حبيبي في حياتك. 1 2 3. نجيب الاطباق والسوق. هاتي اعمل لك الاطباق. يلا الاطباق عندك والسوق على البار. مبسوطه يا نيم؟ ايه رايك في الديكور اللي ماما عملته لك؟ حلو. ماشي يا روح. اهو خلاص بابا جابهم. مالك جابته. او ماي جاد. كل سنه وانت طيبه يا رنيم وسنه سعيده عليكي. ربنا يخليكي ليا اجمل رنيم في الدنيا دي كلها. يلا هتاكلوا بعض في بق بعض ولا ايه؟ مش فاهمه برضه يعني. لا ديت ايه؟ السكر. هات السكر. شوف دي بتاع مين؟ يلا طفينا مين؟
بما ان رنين مش عارفه تقطع فانا اللي هقطع. ايوه. انا اللي هبقى ماسك طب مش هتاكلها ولا ايه يا حسام؟ انا مش فاهمه برضه انت بتعمل ايه؟ انا اكل. ايوه. كل سنه وانت طيبه يا هلا. هتلاقي مناديل. المناديل حاضر. ازاي اكتر من كده؟ بما ان الفيديو بتاعنا كده يخلص خلاص، قطعنا التورته. قطعنا التورته. فحبيت كل واحد فينا غنينا رنين. عايزه تقولي حاجه يا رنين؟ لا اخرنا عليك عيد ميلادك بس عوضناك في الاخر، مفيش صح شكرا ولا لا؟ شكرا يا ماما. مفيش شكرا. احنا عارفين ان احنا اخرنا على عيد ميلاد اكتر من 20 يوم كمان مش 18. سنه وهي عايز تقولي طيبه. حاجه؟ اشتراك في القناه. ايوه. سبسكرايب. ايوه. ولايك. ولايك. ولا مش والله. قولي يا رنين كل سنه وانت طيبه. اشترك. كل سنه وفعلوا الذكر. سر الكارت. فعلوا جرب عشان خاطر هو. اهي بس كده، نشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. سلام.